مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الليلة حابقى زي باقي الناس وحسوي لكم get ready with me، بس كان نفسي اطلع لكم يعني طلعة عيد ميلاد اي شيء، بس للأسف ما عنديش ما الطم ولا ما لا عادي، يعني ما في داعي للطمان عشان ما في مناسبات. بس شنو حنعمل get ready with me؟ طبعا انا ما بعرف ايش الناس قاعده تقول في get ready with me. هحاول قدر الامكان انه اكون يعني بنوته حلوه وكتكوته يا حبيبتي. الميك اب الليله حاعمل ستايل خفيف ظريف، ما عارفه لاي مناسبه، بس حاعمل كده حاجات في عيوني لب 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 واشياء كده بيضه وخضراء وصفراء وحمراء. فخلينا نبدا. اول شيء انا ما بعرف الناس اللي قاعد تسوي get ready with me ايش قاعد يسووا، قاعدين يحكوا قصص ولا شيء زي كذا، بس انا ما عندي اي قصص، ما عندي اي جديد. That's it. يلا نخش على الموضوع. يلا هو ما في موضوع بس يلا نخش. طبعا انا من اجي واخش على الميك اب بخش بشنو؟ بخش بالترطيب. اديني ترطيب 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 قدر ما تقدري. ترطيب شفتي بس وشك ده رطبي عادي يعني. او خلص، بس هذا عشان تعرفوا انه انا احب ذي الماركة، مو الماركة بس بحب الكريم جدا كده. حسيته يعني I think it called what's it called? Yeah, exactly. المهم هنرطب الوش عشان شنو؟ عشان احنا بنحب الترطيب. اوكي، بعد ما نرتب الوش طبعا احنا متاكدين وشك يكون مغسل. بعد الترطيب حاخد البرايمر. طبعا اغلب منتجاتي من مورف ولا مورفي ولا ما عارفه، طبعا الناس ما اتفقوا نهايه على اسم المتجر ده، بس المهم احنا بنقول شنو؟ مورفي كله يجي يعني ما مهم. حنمسح وشنا كمان بالبرايمر عشان شنو؟ عشان احنا كمان ما ناويين على الحبوب. ما في داعي للحبوب، انا بقول ما في داعي. ليه الحبوب شنو؟ بعدين بجيب هذا شو اسمه، بجيب هذا الكونسيلر وبحطه على وجهي، بحط تحت العيون السواد، شفتي تحت عيونك الجيوب هذه المليانه كلها ما ادري ايش. خدتي يلا. بسم الله. هذه حركات ايش؟ حركات البيوتي ما ادري ايش. هاخد في خشمي هنا واخد بين الحواجب، تحت الحاجب تحت الحاجب، كمان هنا عشان تبين العظمة، ابان كده كأني بنت ظريفة حلوة وصغنطوطة. قبل كم يوم عملت عملية، هي ما عملية الله عشان ما اكبر الموضوع، هي ما عملية بس انه عملت روت كانال. يعني سني كانت يعني ايش اقول لك، فارغ، كنت حاشيها من قبل 3 سنين ولا 2 سنين، والحشوة وقعت في السنة، ما حشيتها بدري، فشنو بقت التهبت، فعملت ذاك الروت كانال. طبعا عملتها قبل اسبوع. شايفين الغمازة حقتي؟ غمازتي راحت، سبب رزقي اكل عيشي. المهم يلا علينا. طبعا حنعمل شنو؟ حنبخ وشنا بكمان المورف، كمان نفس البراند، اسمه شنو؟ continuous sitting mist. المهم حاجة كده دي المرة قالت لي بخي في وشك، فانا ببخ. اوكي، عندي البيوتي البلندر هنا كمان ببخها، اي شيء تبخوا ببخكم ذاتكم. ها اوكي just kidding. المهم ده كمان من مورف. طبعا انا ما بستخدم فاونديشن واشياء وكده، بس الليله قررت انه ايش ابقى يعني اسوي كده اشياء حقت بنات، راكب في اشياء البنات. اوكي قلبت الوجه، جلبي على قد ما تقدري، قلبتش على قد ما تقدري. توشي كده شويه تاني، بديه بخه، نديه شنو؟ نديه بالبخه تاني. عشو. بجيب بسفنجتي اللينة وها عطي اعمل بلندر للفاونديشن عشان هو نفس لون البشرة. طبعا انا ماني فاشونيستا ولا بيوتي انفلونسر، فما بعرف في الحاجات دي. ممكن تدوني نصائح لو حابين، لا بس لو شفتوا شيء غلط اكتمي انت وهي تحت العين عشان نخبي السواد اللي جاء مع مرور السنين. الحمد لله. جبهة وعاد تغطين الحبوب وسواد الرماد اللي في جبهتك. يكون البيس جميل، اي شيء تاني حيكون حلو. الوجه كمان بطبقة من السيتنج مدري ايش. حاجيب اوكي
الهنا حقين نسيت في السيارة بعيدة، ف نكنسل موضوع البلاشر. في عندي بودرتين هنا الصراحة، عندي بودرة هنا كذا، هذا بودرة نفس الشيء صراحة. عندي مكياج ما كنت أدري. واو، نغطي. أدري أنا ذي الألوان تسمرني، بس إنه عادي يعني السمار حلو. تسمرني شلون أصلا سبب؟ واو anyway، حنجيب الصندوق الحواجب من بنفيت كمان، هذا ناقص صندوق الحواجب من بنفيت. طبعا هنا عندي البيسكس، اقول لكم الصج انا ما اقدر اعيش بلا ذا، مستحيل بري. المهم هنا دي حامشط حواجبي. طبعا انا ما شاء الله دائما الكومبلمنت تجي في حواجبي، فقلت ما دام تجي الكومبلمنت في حواجبي ليش ما انا اركز على الحواجب. فقلت اخذ خلاص هذه اللي ما ادري ايش الحواجب ايش، وخذيتها يعني الحمد لله. بعدين هذا اذا عندك كم شعراية حاجب كذا طايرة تغطيها بهذا اوكي. شايفين الحاجب طار خلاص. ما شاء الله شايفين طبعا حواجبيني اصلا يعني كذا اوكي، ما سويت لهم شيء اوكي. المهم بعد ما عملت الخرابيط دي انا حاجي اسوي، عندي قلم بتاع ايلاينر لونه ابيض كمان من مورف. فايش حسوي؟ حارسم حابدع، هعمل ابداعات حوالين ايش العين. اوكي ادري هذه اسمها خرابيط وانتم ما راح يعجبكم، بس يلا امزح. اذا مو عجبكم قولوا لي راح امسح واغيره، اصلا كذا ما في احد حيشوفه. هحاول ادكن كمان اللون. لو انتم حابين تتعلموا حاجه فانتوا في مكان غلط، لانه انا حرفيا ما عارفه قاعده اعمل في شنو. يا سامي كل عليك يا سامي. شايفين؟ بعد ده حامشي عليهم بالايلاينر. عندي ايلاينر هنا من سيفورا من سيفورا. حامشي يعني حاعمل كذا فيو، يعني حتكون حاجه رهيبه. استنوني. trust the process. لو ما ترستوا البروسس لا تتابعوني ولا اتابعكم. يلا اوكي يا جماعه، كده بعد ما عملت الخطوط السوداء فوق الخط الابيض، اوكي اوريكم من قريب. ادري لا للتنمر، اللي يتنمر حضرته بحضره. يلا المهم بعد ما خلصنا الشكل الجميل ده ايش حنسوي؟ حنعمل مسكارة. طبعا انا عندي مسكارة هنا شكل كديسة، اوريكم مسكارتي. طبعا مرة مفتخرة في راسها، هنشوف راسها عامل كيف. المهم حستخدم المسكرة هنا. حديكم الريفيو حقي على المسكارة. صح عندي برودكتس كتير خلصتها من الميك اب، لو حابين اعمل لكم ريفيو عليها قولوا لي في الكومنت عشان اسوي لكم كومنت. طبعا انا ما عندي صالح مع اي شركة، ما مسوي اعلان ولا اي شركة صراحة، حابة بس انه اقول رأيي بصراحة. كنت حابة اسوي كونتور ومونتور واشياء زي كده، بس الصراحة اخر مرة سويتها ما عجبتني هذا ايش اسمه. عندي براونزرز واشياء حلوة حقت بنات. يا سلام يا اخي. دي الالوان ولا لا؟ كنت حابة استخدم كل لون على سيركل في الحواف، بس الصراحة انا يعني ما موهوبة الدرجة دي في المكياج. هنعمل سكيب للحاجة دي للجضوم. طبعا هذا احنا نسموه جضوم، فهمتي؟ تجيبي هذه النارس هذه اوكي. حياة البنات صعبة. انا قاعدة ادور في برونزرز حلو اللي على لون البشرة حقتي بس مو لاقية. لو عندكم اي ايش اسمه هذا تفضلات ولا ايش اسمه قولوا لي. حبيت الشاينينج، حبيت التألق والجلو اب كده. تجيلي بقى شوية جلو اب، انما ايه
ما قلت لكم طبعا انا قلم الحواجب اللي من بينفيت، شوفوا ايش اسوي فيه. ادري الحين فرصة الامل انه انا اتواصل مع الشركة اصير اسوي اعلانات زي اليوتيوبرز حلوات. ما في، بس المهم انا كمان قلم هذا عادي تصير على اقوى عائلات. anyway القلم هذا حق الحاجب استخدمه كقلم تحديد الفم. ليه ما اشتري واحد جديد؟ لا انا كنت احب اوفر، احب استثمر اي شيء عندي. رعب. شايفين بعد تحديد الحواجب، تحديد الحواجب بعد تحديد الشفاه اجيب اي لون كده يكون عاجب. شايفين انا عندي اللون ده ما قاعد استخدمه، بس جاني هدية فما حابة ارميه، يعني ما بيناسب لون بشرتي، فقاعد ايش بهبش كده. وبعدين بتجيب الفاسلين الطبيعي باي ماريو، ما بعرف من وين، باي ماريو، والثاني ذا نارس. عشان لا تقولوا ايش رواتب ما قاعد توريني المنتجات. هحاول اعمل شعري وحنشوف حنلبس شنو بعدها عشان اسوي لك جلسة تصوير في البيت. get ready with me عشان انا ما طلعت من البيت لأكثر من شهر وكنت مكتئبة وحالتي صعبة، فقلت خلاص get ready with me عشان أنا قاعدة في البيت، يعني get ready with me عشان ما في حاجة تسوى with me. يلا بينا بقى وخشلي بالمقادير. الشعر ما عارفة نعمل شنو للشعر بصراحة، يعني حابة أعمل ضفير كيوت كده تكون راجعة لورا، يا إما ده أخليه فاكي أو أتصرف فيه، بس الصراحة يعني حابة إنه يكون أعمل هذا ايش كده، يعني شيء كيوت كده وترجع لورا. إيش رأيكم؟ لأنه عامل العيون فلازم تصرف عيون. خليني أشوف الموضوع ده وأرجع لكم لأنه الموضوع خطير. الشعر وكنت حابة أسويه ويف، مو ويفي يعني كرولز كده مسوى مكركل. أسويه ولا ما في داعي؟ كده صغير just a cutie cute. And then another one right here. مرحبا انا امي عواطف عمري 9 سنين وبحب اقول لكم اني انا اوكي حبيته كده احسن من الويف، احسن من الويفي صح، لانه كده يعني كده احسن انا حبيته كده. اوكي يا جماعه حنختار اللبس اللي عايزيننا الفيديو بعد خلينا نسويها سياسي خلاص. كنت حابة ألبس شيء طويل، يعني شيء كده يكون مريح، شيء حاجة كده تكون يعني شنو كده تجيلي بقى أحسن من العباية، يعني أحسن من العباية الرمضانية أنا لابستها هذا من رمضان. anyway كنت حابة ألبس ده عبارة عن فستان من فوق الجاكيت عشان كمان أنا ما ماشي مكان، يعني قاعدة في البيت ف it's okay I can take it off and then you know wear it again. حاجة زي دي كده لأنه فيه ألوان، ما خدت لون معين في عيوني بس فيه كمان أبيض وفي حاجة في بيضة في عيوني كده. ده حسيته سادة شديد، وهو عبارة عن قميص طويل ممكن أربط حزام في النص ولا شيء زي كده، كمان بيتوتي كده وحلو. الجو عندي ميديوم يعني ما بارد شديد، فأنا حكون فاتحة هعمل تصوير برا مثلا في البلكونة ولا حاجة زي دي كده. Or I should just stick with the black لأنه يعني that's what I do for a living. black on everything. أسود فأسود أسود فأسود. صراحة ما حابة ألبس أسود المرة دي عشان كده عملتها ديزاين في عيوني. حاسة دول بيكونوا أكتر شي لابقين على السلسال. أنا ما عندي غيرهم. ما عملنا البيبي هير يا يما، البيبي هير جايبين له مشط معين للبيبي هير وما عملناه، كلام غلط وكريم. المهم ايش كيفيه تطليع البيبي هير؟ البيبي هير باول شيء حتسرحي الفرشاه بالجل، وايش تبدي تطلعين البيبي هير اللي هو في اطراف راسك، تطلعين البيبي هير تسرحينه على برا كده، تطلعيه ترجعي تمرين الجهه الثانيه. صراحة حبيته أكتر حاجة كده، يعني it's like stay at home something. الجو أصلا مو مناسب إني أطلع، بس إنه إيش رأيكم؟ قولي لو كنتوا حابين أزيد ولا أضيف أي حاجة، ولا حابة أعمل لكم الريفيو حق الميك اب عشان إيش نخلص بقى يا أختي وإحنا نبدأ بقى خلاص. Thank you for watching.
Okay. We're done.